عاوتاني العدس كاملين قلنا هاد الجمله ملي كنا صغار، حيت ما كناش عارفين انه كيتعتبر كنز غذائي. زلافه ديال العدس كتعطينا حتى 18 غرام ديال البروتينات النباتيه اللي كيعاونوا في بناء العضله، الانزيمات وخلايا الجسم. فيها 15 ل 16 غرام ديال الالياف، كتقاد لو ترانزيت، كتحسك بالشبعه، كتغذي لو ميكروبيوت انتستينال وكتنقص من لابسوربسيون ديال الكوليسترول LDL. حتى 7 ملغ ديال الحديد، يعني تقريبا 50% ديال الاحتياج اليومي عند النساء، بشرط اننا نزيدوا عليه اون سورس دو فيتامين سي بحال الحامض، فلفله حمراء ولا معدنوس باش الجسم يمتصو مزيان. فيه 360 ميكروغرام د لاسيد فوليك، ما يعادل 90% ديال الاحتياج اليومي، اللي مهم بزاف خصوصا عند المراه الحامل نمو الجنين. 40 ملغ ديال الكربوهيدرات المعقده اللي عندها مؤشر او انديس غليسيميك با، دونك كيعطينا استقرار في نسبه السكر في الدم مع طاقه مستقره. ودراسات بينات انها كتعاون الناس اللي عندهم مقاومه للانسولين والديابيت تيب 2. وما نساوش انهم غنيين بالاملاح والمعادن المهمه بحال الزنك، الفوسفور، المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي كيلعبوا دور كبير في تنظيم الضغط الدموي، صحه القلب، لا ترانسميسيون نيرفوز وحتى صحه العظام. ولكن فيه ديفيتات اللي كيمنعوا الامتصاص ديال هاد المعادن، دونك باش نقصوا منهم نحاولوا نقعوا في الماء قبل ما نطيبوه. وابونيفو لي ريسو بلوس دو ريسيت دو كونساي باش نتهلاو في الصحه ديالنا.